لكن هجوميا مشكلتهم في الهجوم ابو خالد. لكن زكريا ما شاء الله تبارك الله دفاعيا وهجوميا. وشفنا الشيء ذا في مباراه النصر في السوبر يعني. لكن شوف ابو خالد، انا بس عتب بسيط يعني. انا استغرب يعني اوكي، الواحد يكون عاطفي ما في مشكله، لكن اشوف بعض الجماهير الاتحاديه تقول لك والله، معلش لا احد يقاطعني، لما يجي واحد يقول لك والله قروهي، مقارنه قروهي والدعيه، يعني معلش مع كامل الاحترام يعني، مين الدعيه؟ مين الدعيه؟ انتم من جدكم قروهي افضل حارس مر في تاريخ الكره السعوديه، ما في اي مقارنه. انا استغرب صراحه من الاتحادين اللي يقول لك والله مقارنه، لا ما في مقارنه. ابو خالد ما في مقارنه يا احمد، ما في مقارنه، بس احنا نتكلم كارقام انه باقي له مباراه واحده ويكسر رقم الدعيه. حتى لو ما كسر الرقم ولا يا فهد حتى لو ما كسر الرقم، اكيد قروهي هو اكيد اعظم اكيد، حارس بس احنا مر. نتكلم برضه بما انك انت الافضل ان شاء الله برضه يكسر يا الارقام. فهد يا حبيبي، محمد الدعية كان يمر بريان بلال وما ريان بلال والطقه دي يعني، معليش مع كامل احترامي الدوري اصعب لا الان. بس ما حد تكلم يا احمد، ما حد قال انه افضل، دقيقة انه دعية افضل من قروي، هذا شيء بديهي اصلا. بس احمد هذا بس نتكلم انه لا اسمع هذا احمد هي كسر رقم قروهي للدعية، هي تأكيد الأفضلية، تأكيد أفضلية شوف قروهي. يا اوكي رقميا، لكن لما نجي نتكلم بالواقع في النهايه قروهي اعظم حارس مر في الكره السعوديه. طبعا يا ابو خالد، يستمر المديح لنونو سانتو، يستمر المديح لنونو سانتو. شوف بعد لما تظهر بالشوط الثاني بهذا الشكل، اعرف انه انت عندك مدرب ممتاز. لانه دائما يقول لك الشوط الثاني شوط المدربين. هذا يدل انه المدرب عرف كيف يوجههم واستغلنا. ان شاء الله باذن الله القادم اجمل، وتاكيد الصداره يا ابو خالد في مباراه الجوهره 9 مارس. شكرا لك ابو خالد. يا ابو خالد وين رحت انت؟ طيب يا فيصل اعطينا ايش رايك في المباراه فيصل؟ السلام عليكم، ألف 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 مبروك للأمة الاتحادية، والقادم أفضل. والله العظيم مباراة نشفت ريقي، أقسم بالله شكرا، بس الحمد لله عدت على خير. وزي ما قلت أنا، أي مباراة يلعبها الاتحاد نهائي 3 مباريات، 3 نقاط مهمة جدا. وأي مباراة شوف، سواء مباراة سهلة للنصر، أنا أبغى 3 نقاط وأتحرك، أبغى الدوري العربي. إن شاء الله ربنا يكرمنا في جدة، ندق النصر دق ونقرمع راسه، يروح على الرياض مشي بإذن الله يا رب، فان الفوز قدام النصر. يعطيك العافيه فيصل حبيبي. طيب هاني يا ليش ولد يرجع العم. ياسر؟ بس سؤال اللي قبل شوي، ليش يرجع مشي؟ طيب عادي يرجع بالطياره. حبيبي هلا بمحمود، هلا والله. ليش يرجع مشي؟ طيب عادي يرجع بالطياره، زعلانين ايش ليش هو مشي؟ فيصل زعلان يا احمد ولا ايه؟ لا بس يقول ما نقرمعهم ان شاء الله ويرجعوا مشي. انا جاني اتصال ما سمعت ايش قلت يا فيصل، لا تكون هبت بس. لا ما هبط، بس هو يا يقول الاتحاد يفرحني تقول لي ازعل، الاتحاد يا فاز اليوم سلام يا ابو يا خالد. سلام يا سلام. الزبون حقنا تقول لي يا فيصل، الزبون حقنا النصر، الزبون الدائم. كيف بكره مباراتنا الخميس الجاي؟ والله قرمع راسي، حنقرمع ان شاء الله بجده، حنقرمع والله باذن الله، حنقرمع لك يا قرمعه، وناخذ منه 3 نقاط هذه، وخليه يمشي مشي من هنا لما مشي يمشي يعني حيتقربع المباراه الجايه باذن الله، حيتقربع باذن الله يا رب، ويا رب ونفك مساحه يا شيخ يوم الخميس، نخلي امه نصلي الجمعه معاك يا ابو خالد. طيب شكرا يا فيصل، يا سلام، شكرا حبيبي فيصل، يعطيك العافيه. طيب اللهم صل وسلم على نبي. طيب يا اخوان دقيقه، في 4 هدايا بمناسبه اليوم. الاتحاد فاز والنفسيه طيبه والاجواء حلوه. مناحل الشهري اليوم بيوزع لنا 4 كيلو، كم قال بيقدم 4 هدايا من ربع كيلو عسل اصلي نخل، 4 فايزين من جمهور نادي الاتحاد. طيب يستاهل. شكرا يا حبيبنا. تفضل يا مناحل، شوف ايش الآلية اللي تبغاها. تفضل يا سيدي. دام فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم كيف بالخير. الاتحاد لما يفوز جميعا يجيكم هدايا ويجيكم جوائز ويجيكم سحوبات ويجيكم عسل. يا سلام يا سلام. طيب 1000 مبروك الفوز يا ابو خالد والجمهور الاتحاد، هذا الفوز. ثانيا عندي نقطة بوضحها، في تساؤلات تجيني على الخاص وكذلك أسمعها في بعض المساحات. من مساحة أبو خالد أوضح لكم، والله العظيم لست
مشجع لنادي النصر أو الهلال، فأتمنى تضح الصورة لكم. حتى بعض الأمور يعني ما ودي أحكي فيها، بس حبيت أوضح لكم من هذا المساحة. أنا رجل وراء هذا المتجر، ما لي علاقة بكرة القدم، وين كان لك وأعلن علاقة لكم في كرة ميولي، القدم؟ ما في وراح حاجة. أعلن ميولي من مساحتك يا أبو خالد. وين كان أنا الواحد له مشجع علاقة في كرة لنادي القدم؟ الخلود. ما له علاقة، كل واحد له ميول رياضية. صحيح، بس أنا أوضح لهم أنا مشجع لنادي الخلود، حيث أن أخوي يلعب في ذاك النادي. والله يا فقط ريت لا كبير كنت كبير دوري تشجع. يلو. اسمع دقيقة، يا ريت كنت تشجع نادي الخدود والله العظيم اللي جلد الأهلي ذهاب وإياب، لكن يلا والله الخلود عاد هو من يمشي. عندنا من الجنوب، شو نسوي؟ الخلود لازم مقتبس نشجع من الخلود يا أبو الخدود، خالد. يعني يمشي الحال. روح. طيب، على كل حال يا أبو خالد، الفائز يكون اتحادي. ثانيا يرسل لي الاسم والعنوان ورقم الجوال. في حال أنه ما أرسلها لي راح نختار فائز آخر. طيب الحين أوكي؟ كيف نختار الأربع الفائزين؟ إيش الآلية؟ شوف المتواجدين والمتحدثين يختارون، يلا كل واحد يختار أنا واحد. أول واحد برسل لك. يلا دقيقة لا، لحظة، أعلن اسمه هنا علشان يسمع. نختار من المتحدثين ولا المستمعين؟ إن شاء الله تختار أبو خالد اتحادي، أنا ما عندي مشكلة. عبد الله الغامدي يا ابو خالد. عبد دقيقة، الله غمد الغامدي. الغمد معاهم فلوس. دقيقة سيبنا. يا اخي ما معانا فلوس، هذه اشاعات، ترى اشاعات يا ابو خالد. مين قال لك انت الكلام ده؟ يا ابو خالد دقيقة. طيب يعني أنا اللي أختار، يعني أنا اللي أختار يا مناحل. تفضل يا ابو خالد، انا مالي علاقه في الاختيار. خلاص انا ارسل لك اياهم. انا لا تحمحم ولا اي حاجه، خلاص ولا حد يرسل لي على يلا يلا انا عندي كذا ناس. يلا يا كريم، يلا روح يا ولدي. حنن قلبه علينا. يلا حنن قلبه علينا. خالد حب على البيت واجب يا ابو خالد. طيب يا اخوان لحظه يا اخوان دقيقه. يعطيك العافيه حبيبي مناحل، ولا تنسوا تدعموا اخونا مناحل، يستاهل الدعم. إنسان شغال على المتجر حقته، نسأل الله يرزقه ويرزقنا ويرزق جميع المسلمين. لا تنسوا بالرتويت والدعم، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم. شكرا لك يا مناحل على هذا الإهداء لجمهور الاتحاد. شكرا لك حبيبي. يستاهلون يا ابو خالد، ولا شكر على واجب معك باذن الله تعالى. والقادم طيب. اجمل ان شاء الله يوم باذن الخميس. الله لنا لقاء في مساحتك بحول الله. طيب ياسر المايك عند مين الوصل؟ ابو خالد عندي ابو خالد تسمعني؟ يا مناحل يوم الخميس القادم ان شاء الله، في حال فوز نادي النصر تجدني في المساحات النصراويه، راح اهدي. فاتمنى البعض يفهم ايش انا مقصدي. يا ابوي انت ما تشيل هم الناس، يقول لك ان شاء الله ما نشوفك الخميس. دقيقه الخميس عندنا ابو خالد. دقيقه يا اخوان، دقيقه ياسر. مناحل الخميس الجاي بامر الرحمن حتكون عندي، وحتجيب 4 كيلو عسل تقسمها على شكل انصاص، تخليها نص 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 8 تخليها كيلو زي ما تبغى. الخميس الجاي بامر الرحمن انت حتكون عندي يا مناحل. الزبون حقنا يا اخوان النصر زبوننا الدائم. افهموا، انا كل مباراه ما هايط فيها واكره الهياط الا قدام النصر. هذه المباراه الوحيده اللي انا هايط فيها صراحه، لانه انا احس لعيبه الاتحاد يتجلوا لما يلعبوا قدام النصر. ينزل كذا عليهم ينزل عليهم روحانيه تنزل كذا، خلاص يبدعوا ويقدموا افضل مستوياتهم. فيا اخوان انا الدور الاول توقعته قبل المباراه كم؟ 3-0. انا المباراه هذه الدور الثاني اتوقعها والعلم عند الله 4-0 باذن الله تعالى. فريق النصر متهالك، يلعب 3-4 جانب. الفوز عليه عمليه وقت، انتزاع الصداره عمليه وقت باذن الله تعالى. وحكم اجنبي مباراه الاتحاد والنصر، رفعت الجلسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان، انتهى الموضوع. بس عندي ان شاء الله الخميس الجاي يا مناحل باذن الله تعالى على خير ان شاء الله. موعدنا الخميس ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل يا ابو فهد خالد حبيبي، برضه تفضل يا فهد. على الخاص في امر يا ابو خالد. ها وابارك لك وبارك لكل الاتحاديين، واتوقع فوز الاتحاد. مثل ما قلت لك المره السابقه، الاتحاد حيثبت علو كعبه على الاصفر الصغير النصر باذن الله. تاكد من هذا الكلام، تاكد يا ابو خالد من هذا الكلام. والمباراه القادمه حتثبت الفوارق الفنيه في الملعب بين الاتحاد وبين النصر. شوف، شغل الهياط ما يصلح مثل ما قلت، لكن انا اقول الاتحاد اثبت بانه كعبه اعلى من النصر بمراحل كبيره جدا داخل المستطيل الاخضر. اولا الروح اللي يملكها الاتحاد، العزيمه، الاصرار عند لاعبينه.
الحكم اجنبي ولا محلي؟ بس اول شيء قبل الكلام هذا اجنبي كله. اكيد يا ابو. اجنبي ما يحتاج. خلاص اجنبي. اجل روح خذ البراد حق الشاي حقك ابو خالد، واطلع الجوهره وتكي واستمتع، حتشوف الجلد اللي على كيف طيب يقول كيفك. لك معاهم واحنا كريستيانو. نتوقع رباعيه يا ابو محمد. شوف ابو خالد، الاتحاد متسلطن على النصر سلطنه سبحان الله العظيم، سلطنه من 2018 الى الان، سلطنه غير طبيعيه. جلد في جلد في جلد، كل ما رفع راسه عطاه، كل ما رفع رويسه الاصفر الصغير دقه الاتحاد قال له اركض اركض، ترى احنا اللي علمناك كل شيء. اهجد اقضب الارض، خليك مع الوحده، خليك مع ضمك، خليك مع الانديه هذه الباطن يا بطناوي صميم، خليك مع الانديه دي. اما الاتحاد اركض اقضب الارض. ابو خالد انا والله ابو كنت في محمد يقول الدوحه، لك معاهم كريستيانو. كنت لحظه حبيبي، والله كريستيانو على رؤوسهم. المره الثانيه ذي ثابته، هي المره الاولى. وانا نصيحه استروا عماركم ولا تلعبوا كريستيانو قدام الاتحاد. نصيحه يا حمدان، تعال عندي هنا يا حمدان. تعرف حمدان اللي يقول الرجال ابو خالد؟ تعال عندي هنا يا حمدان. شوف يا ابو خالد، صدقني النصر شوف حتفتح مساحات، حتسمع صياح، وحتسمع ابعدوا كريستيانو. وانا انصح النصراويين، تبي تجيبون نتيجه مع الاتحاد اقل شيء تعادل، لا تلعبون كريستيانو. نصيحه، ان لعبتوا كريستيانو اكلتوها على رؤوسكم، لانه هو الاثر الفنيه قدام الاتحاد. في المباراه اللي راحت انكشف الملعب كله انه السبب كله كريستيانو. لعيبه النصر كلهم يلعبون على كريستيانو. وانا اقول لك الان، انتم سامعين الموجه ابو خالد اللي لها اسبوعين الان من يوم تلسكا راح البرازيل، اللاعب المحلي وجوده اللاعب المحلي وما ادراك ما اللاعب المحلي، كله تلميع مجرد للعيبه. المهم ابو خالد انا ما بطول عليكم، انا والله دخلت ابارك لك. والله انا استغرب ابو محمد، خالد، شكرا لك. استغرب الناس ليش تكره العطاوي. صراحه جميل في طرح وجميل، ما ادري اشوف الناس زعلانين منه خاصه. ما كل الناس، ما حد يكرهني من غير الجماعه اللي انت خابر يا ابو احمد. محمد بس لا لا ابو الربع اللي محمد والله جميل وطرحه جميل. بس احمد لانه من الناس اللي ابو ما شاء الله محمد عليه اكثر مثل واحد المشجع يجلدون. الراقي، المشجع الناصح، المشجع الواعي، المشجع اللي ينصح ترى على جماهير فكره ابو خالد اكثر واحد ينصف النصراويين، يعطيهم حقهم صراحه. وينصحهم. انا استغرب الناس زعلانين. والله يا احمد والله دقيقه تركي، والله ما ينفع في النصراوي. شوف يا حبيبي، النصراوي والله ما يفرق بين عدوه وصديقه. انا وابو خالد ننصح فيهم في مساحه، ولا ينفع وانت يا احمد ولا ينفع الكلام هذا كله. هم ماخذين عناد، هم لو يرجعوا الى صواب عقلهم يجدوا ان احنا اصدق الناس معاهم من اعلامهم. نفس لكن هم اصحابهم ما اللي في الدرجه الاولى اصحابهم اللي في الدرجه الاولى زي كذا ما يحب يسمع النصائح. اقول لك ايوه هو دحين الكبير يلو هذا، الحين يهايط عليه، ما يدري انه بيجي. وترانا بنعتبرك من الفرقه الصاعده، يعني يكون لديك علم. تراك صاعد لنا، تراك صاعد، يعني ان ناديك الصاعد من دوري يلو. لا تفكر انك بتعيش عندنا كبير، كان زمان. الحين انت نسميك من الفرقه الصاعده من دوري يلو. انتبه لنفسك، وانت بتنزل يمكن تدحدر على قولة ابو خالد تحت مره ثانيه. اركض واقضب الارض، ترانا بنعتبرك تحت. العموم ابو خالد انا طولت عليكم، مبروكين للاتحاديين. احلى من يطيل ابو محمد، احلى من يطيل. ببارك لكم الخميس يا ابو خالد بمشيئه الله تعالى. بس سؤال اخير يا ابو محمد، تتوقع رئيسهم السابق الخلوق عبد الرزاق حمد الله كم يسجل هدف؟ شوف اسمع، عبد الرزاق حمد الله الصافي هذا المباراه الجايه بيأكد أنا أقولها قدام الجميع، بيأكد إن النصراويين فرطوا في لاعب لا يتعوض نهائيا. النصراويين فرطوا في لاعب من الطراز الأول، مهاجم. مشكلة النصراويين إنه يجمعون اللعيبة من الأندية ومن العالم. شوف عبد الفتاح عسيري وين راح دحين، شوف علي الحسن وينه، شوف اصبر واحد ورا بعض. على العموم ابو خالد مبروكين، ما بطول عليكم، مساحتكم ما ابغى اخذها. ابارك للاتحاديين الاحبه كلهم في المساحه، كلهم المتحدثين والمستمعين، مبروك لكم الفوز. وعقبال ان شاء الله يوم الخميس اني استمتع في جلدكم بمشيئه الله. ان كنت في جده، انا ماني في جده حاليا والله، لكن اذا كنت في جده فاقولها لك يا ابو خالد، ساحضر مباراه الاتحاد والنصر دعما للاصفر الكبير الاتحاد،
وانا متاكد انه حيفوز. هذا اذا باذن كنت في الله جدة. باذن الله. واذا ما ومو غريب عليك، بستمتع. ومو غريب عليك يا ابو محمد، ودائما انت تمثل المشجع الراقي، المشجع الجميل بكل ما فيك يا ابو محمد. شكرا 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 يا ابو محمد، الله يعطيك العافيه. شكرا يا ابو خالد، شكرا لكم، مبروك مبروك للاتحاديه، مبروك شكرا للجميع، حبايبي. مبروك. طيب